السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الفريلانسر. في الفيديو ده انا جاي احكي لك تجربتي في تفعيل الباي بال في مصر في 2024. للعلم انا كان عندي باي بال شغال وموجود واستلمت عليه فلوس كتير، والفلوس دي نزلت لي في الفيزا اللي كنت جايبها من البريد المصري اللي هي الفيزا اللي اسمها ايزي باي. الفيزا دي وعاوز اقول لك ان لحد الان ما زالت الفيزا دي اللي هي ايزي باي الوحيده اللي شغاله اللي تقدر تستلم عليها فلوسك من باي بال، ودي الفيزا الوحيده اللي تقدر تفعلها على الباي بال. البريد بيقدم فيزا تانية وهي اسمها يلا باي. يلا باي انا جربت افعلها على الباي بال والباي بال رفض، او البريد نفسه اللي رفض، هي الفيزا غير مقبوله على باي بال. المهم اتصلت بخدمه العملاء في البريد المصري وسالتهم على نقطه ان ازاي افعل الكارت على الباي بال. اكدوا لي ان يلا باي من الاسف ما ينفعش، والبس متاح لي هو فيزا ايزي باي. طب ازاي هقدر اربط الباي بال بالفيزا، وخاصه ان كل الفيز اللي موجوده في مصر غير مسموح انها تتعامل بشكل دولي، بمعنى ان انا اقدر ادفع اي فلوس لمواقع او شركات خارج مصر. بس الفكره هنا ان البريد المصري عامل لك ليميت محدد للفيزا دي، وهي ان انت تقدر تصرف 150 جنيه مصري او ما يعادلها بالدولار، اللي هي تقريبا في حدود $1.5 او $2، وهو ده اللي بياخده منك الباي بال علشان خاطر يفعل الفيزا بتاعتك. فالبريد المصري عامل لك ال 150 جنيه دول تقدر تستخدمهم علشان بس تفعيل الباي بال. الفيزا دي هتجيبها ازاي؟ هتروح لاي فرع من فروع البريد، يفضل يكون فرع رئيسي في مدينه بحيث تلاقي فيه الفيزا دي متوفره. هتبدا تطلب منهم ان انت محتاج تعمل فيزا ايزي باي. الموظف هيملى لك الابلكيشن وهيسلمك الفيزا. هي تكلفتها تقريبا 100 جنيه بس، عشان الفيزا اللي انا جبتها تقريبا هتقعد لحد 2028، فتقريبا بتتكلم في 4 سنين. كان في فيز بتنزل السنين اللي فاتت بتنزل سنتين بس او سنه واحده، تقريبا كانت تكلفتها 30 40 جنيه او 50 جنيه. المهم بتطلب من الموظف انه يعملها لك. بعد ما بيعمل لك الفيزا بياخد منك ال 100 جنيه الرسوم بتاعه الفيزا، وبيبدا يملى لك الابلكيشن ويسجل لك الفيزا، وبيبدا يسلمك الفيزا. وبيقول لك بعدها خلال نص ساعه بعد ما تروح بتتصل على خدمه العملاء على الخط الساخن بتاعهم، هظهره لك دلوقتي على الشاشه، تقريبا 16 7 8 9. بتتصل بيهم وبتطلب تفعل الفيزا بتاعتك. بس من خلال تجربتي انا برضو ان اللي رد عليا هو الرد الآلي. في خاصيه فيها بيقول لك لو عاوز تفعل الفيزا بتاعتك بتدخل رقم البطاقه بتاعتك، وبعد كده بتدخل رقم الفيزا بتاعتك، وبعد كده بتدخل رقم البطاقه القومي. بعد ما بتدخلهم بيقول لك تمام ان تم تفعيل البطاقه بتاعتك. بعد ما تفعل البطاقه من خلال خدمه العملاء بتروح فرع من فروع البريد تاني علشان تعمل ايداع، وانصحك تعمل ايداع بمبلغ 200 جنيه ولا حاجه عشان خاطر $1.50 يتسحبوا وما يكونش فيه فلوس ناقصه في الفيزا. $1.50 دول باي بال بياخدهم عشان يتاكد ان الفيزا شغاله. المفروض ان هم بيردهم لك تاني بس بعد فتره تفعيل الفيزا. المفروض ان الفيزا بتاعتك انت بتفعلها بعد 7 ايام. يعني انت دلوقتي اول خطوه عملناها ضفنا الفيزا بتاعتنا اللي احنا جبناها من البريد، ضفناها على الباي بال، بس لسه الفيزا مش مفعله ان انت تستقبل عليها فلوس. وانت بتضيف الفيزا بتاعتك على الباي بال المفروض ان الباي بال بيخصم $1.50 في العمليه دي او في المعامله دي. المفروض انها بتسمع في البريد المصري. الباي بال بيكون كاتب في المعامله كود مكون من 4 بعد ما بيعدي اسبوع بتتصل بالبريد المصري بتقول لهم ان في معامله تمت من الباي بال وتم خصم $1.50، انا عاوز الكود اللي موجود في المعامله. وهم موظفين البريد عارفين الربط مع باي بال وعارفين الموضوع ده، وفي ناس كتير اتصلت بيهم على الموضوع ده، فهتلاقي ان هم عارفين الموضوع ده بسهوله، وهيبدا يديك الاربعه. هتبدا تاخد الاربع ارقام وتخش على حسابك في الباي بال وتخش على الفيزا، هتلاقي كاتب لك كده تفعيل البطاقه. تخش على تفعيل البطاقه وبتكتب له الاربع ارقام اللي انت خدتهم من البريد المصري. اول ما بتضيف له الاربع ارقام كده انت فعلت الفيزا، وحسابك في الباي بال شغال تماما بنسبه 100%. اي فلوس هتجيلك على الباي بال اوريدي. الباي بال دلوقتي عمل تحديث، كان لسه باعت لي ميل بيقول لي ان اي فلوس هتجيلك هتدخل في الهولد او في الانتظار 30 يوم، وبعد كده تقدر تسحبها على الفيزا بتاعتك. لازم تبقى عارف ان الباي بال اوتوماتيك بيبعت اي فلوس موجوده على الباي بال على الفيزا بتاعتك كل نهايه شهر. يعني يوم 30 بتلاقي او يوم 1 في الشهر بتلاقي الفلوس بتاع الشهر اللي قبله اتحولت على الفيزا بشكل اوتوماتيك. والحته دي الباي بال ما بياخدش منها رسوم. لكن لو انت جيت مثلا في نص الشهر بعد طبعا ما تعدي 30 يوم فتره السماح او فتره الانتظار، لو انت حبيت تعمل سحب يدوي بايدك
ممكن ياخد منك رسوم للمعامله. وبس كده يا سيدي، يبقى انت كده في 2024 عملت تفعيل الباي بال بفيزا ايزي باي من البريد المصري بنجاح، وتقدر تشتغل وتستلم عليها اللي انت عاوزه. لو وصلت لحد هنا وحابب تتعلم اكتر عن الفريلانس وازاي تنجح كفريلانسر وازاي تشتغل كفريلانسر، اعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه علشان يجيلك كل الفيديوهات اللي احنا بننزلها بعد كده. بالتوفيق ليك يا صديقي، سلام.